انت ما تروحليش على الجهاز ده وتفضل تعمل لي كده. في ناس كتير قوي لما بتيجي على الجهاز ده في الجيم يقوم طالع على طول ويتمرن يلا زي ما تيجي، ولكن هنا خد بالك من حاجه، لو الجهاز ده لفوق هتلاقي المفصل بتاع الحوض تحت، فلما هتيجي تعمل حركه هتلاقي الحركه المفصليه بص مش عايزه تيجي من الحوض، فهتلاقي الحركه كلها جايه مفصليه من السباين بيحصل له اكستنشن. تعالى انزل لتحت، اول لما تطلع تلاقي خلفيتك شدت على طول، تقوم نازل الجلوتس شدت هي كمان، وانا بلعب رجل ولا ظهر. فهنا دلوقتي لو انت نزلت دي لتحت خالص وقمت طلعت على الجهاز على طول، فهنا انت خليت مفصل الهيب هو اللي يشتغل، فانت وانت طالع بتعمل ايه؟ بتعمل هيب اكستنشن. يعني المفصل بتاعك ده العضلات اللي فيه بتسحب الجذع بتاعك تبدا ان انت تطلع لفوق. ايه اللي بيخلي اصلا المفصل يحصل له هيب اكستنشن؟ جلوتس اند هامسترينج. القطنيه تلاقيها اشتغلت ايزومتريك، يعني هي دلوقتي المثبته، لكن هل انت عملت دي؟ اي تمرين في الدنيا لازم عمودك الفقري مفرود، تيجي عند القطنيه والبطن ظهرك لازم يكون مقوس، عشان انت تحركهم لازم تعمل حركات السباين فليكشن تشغل بطن، سباين اكستنشن تشغل ظهر، يعني تاني وفرد في العمود الفقري ده اللي بيشغل البطن والقطنيه. فانت ما تروحليش على الجهاز ده وتفضل تعمل لي كده. انت بدات تعمل هيب اكستنشن مش سباين اكستنشن، دي السباين اكستنشن اللي انا عايزها للقطنيه. عايز تلعب بقى جلوتس وهامسترنج روح العبهم على الجهاز بتاعهم. دي بقى فكره ان انت تبقى فاهم علم حركه. ولو عايز تبقى مدرب شاطر قادر تصمم البرامج التدريبيه بناء على معرفتك لعلوم التشريح وعلم الحركه، تقدر تبدا دلوقتي حالا في كورس التشريح لاعداد المدربين. هتلاقي اللينك في البايو وعليه خصم 50% بمناسبه العيد.